قناة ريال مدريد الرسمية بعد تعادل ريال مدريد مع رايو فايكانو تقول بأن هناك ركلتين جزاء لريال مدريد لم يتم احتسابهما، واحدة كانت لجود بيلينغهام والثانية لكيليان امبابي. في لقطة بيلينغهام يقول إيتورالدي غونزاليس وهذا حكما سابق متقاعد بأن هذه اللقطة استحق بيلينغهام الحصول على ركلة جزاء فيها، لأن المدافع لم يمسكه فقط بل قام بسحبه إلى الخلف، وهذا ركلة جزاء واضحة. ولكن الفار كانت لديه وجهة نظر أخرى ولم يراجع اللقطة، وتم استكمال اللقاء بدون أي مشاكل لأن الحكم اعتبر بيلينغهام غير متفاعل على الكرة. وهل اللقطة الثانية من تشافاريا ضد إمبابي عندما حدثت احتكاك بينهم في منطقة الجزاء ركلة جزاء أم لا؟ غرفة حكام الفار تجيب وتقول بأن تشافاريا جذب إمبابي، وإمبابي بدوره جذب تشافاريا طوال مدة الاحتكاك. وبما أن الحالة تعد اشتباكا متبادلا كما يوضح في هذه الصورة وعلى حسب نظام لجنة الحكام CTA، فلا توجد مخالفة على أي من الطرفين، وقرار الحكم كان صائب ولا غبار عليه. ريال مدريد يتعثر في ملعب فايكاس أمام رايو فايكانو للعام الرابع على التوالي. ريال مدريد حقق انتصار وحيد فقط في ملعب فايكاس بآخر 6 سنوات. فشل ريال مدريد بالتسجيل للمرة الأولى هذا الموسم بالليغا. فشل ريال مدريد بالتسجيل لثاني مباراة على التوالي. والآن شاركونا آراءكم في التعليقات. ما رأيكم في قرارات الحكم في مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو؟